جروب ميوزيكال تشيكوس روخو بريزونت تشيكو حيقو ايمايلو. كنهديو الموقع البطولة كوم حصريا أغنية عن المنتخب الوطني المغربي 3 2 1 فيف لي ماروكان. مستمعي راديو البطولة، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص. هذه المرة غادي نستضيفوا ضيف من نوع خاص، مغني الوداد، مغني الآن أصبح مغني المنتخب الوطني المغربي، والذي يمثل مجموعته تشيكوس أروخوس الزروالي. مرحبا بك على راديو البطولة كوم عبر موقع البطولة. مرحبا بك الأخ مهدي، مرحبا بالجماهير المغربية ومرحبا بالحضور. إذا عبد الحق الزروالي صدر ألبوم جديد يتغنى بالفريق الوطني المغربي، كيفاش جات الفكرة؟ أولا عبد الحق الزروالي هو مغربي. إذا سألتني عن جنسي ديالي فأنا مغربي، فشرف لي أنني نغني أنا والمجموعة ديالي تشيكوس روخو اللي كتكون من إسماعيل وسمير. فجاتنا الفكرة باش نغنيو على المنتخب هذه تقريبا واحد المدة 3 شهور، ووجدناه وكنا حنا السباقين وسجلناه. الوداد راه في الدم تنغنيو عليها ديما، الوداد عندنا ناس ديالها اللي يغنيو عليها، واخا ما يكونش تشيكوس روخو راه كاينين ناس كيغنيو، ولكن المنتخب محتاجه للناس بحالنا، والمنتخب راه هو رمز البلاد ورمز الفداء، فاحنا جند مجندون للمنتخب وغنينا لهم باش نشجعوهم ويجيبوا لنا نتيجه ايجابيه من عندنا ان شاء الله. لان الزروالي يصدر الالبوم ما لقيتوش مشاكل باش تصدروا هذا الالبوم؟ ما نكذبش عليك خويا مهدي، دائما مشاكل ماديه، راه كتعرفني انا من النوع اللي ما كيطرقش الابواب مسؤولين كبار، لانني ما كنحملش بين قوسين ديك المرقه. فانا ودراري صحابي لا سمير واسماعيل كان كل واحد على حسب الامكانيات ديالو الحياه منا والله العظيم يا اخي الا حتى لواحد الليل ما نكذبش عليك وسالينا هو كان واجد ديسك، ولكن التسجيل ديالو كيطلب مرحله اخرى. كاين فرق بين انك تلحنو كيكون عندك في الرف مكتوب، ولكن ملي كتدخل الاستوديو عالم اخر. وانت راه كالمهدي راك عارف كيفاش التسجيل. بقينا حتى لواحده ونص الليل وخرج، وانا هديته حصريا البطوله كوم والمهدي ان شاء الله اللي غيتصنتوا ليه الجماهير ان شاء الله. شكرا لك عبد الحق الزروالي والمجموعه ديالك تشيكوس روخوس. يعني سؤال اخر عبد الحق، الان المباراه ديال المغرب مع الجزائر، انت غادي تكون حاضر مع الزملاء في راديو البطوله كوم للحديث على هذه المباراه. ماذا بينا نسمعوا يعني بدون موسيقى بعض الكلمات من هذه الاغنيه؟ بالنسبه للالبوم واخا انا باقي ما حفظتوش هو جديد، ولكن غنقول لك غنينا في هذا الالبوم قلنا بلادي بلاد الخير يحبها كبير وصغير، هزوا علامنا تحيا بلادنا لا فيكتوار ان شاء الله لينا في عنابه الربح علينا. وهضرنا على 76 المنتخب ديال اللي جاب كاس افريقيا، وهضرنا على 70 و86 اللعابه ديال المكسيك اللي داروا انتفاضه ديال كرويه وضربها في الكره ومدرسه في الكره، والجمهور كيقول هولا. واحد الجمهور ديال امريكا اللاتينيه تيقول المغرب هولا. اول مره كيسمعوها الناس، انا ما كنتش في ذاك الوقت كيسمعوا تيقولوا هولا فين ما كنجدوها المغرب. وطرقنا للمحور ديال 2004 ديال بدو الزكي وفرنسا 98 ديال باصير والنيبات وابرامين، وهضرنا في الاخر الحقبه ديال الشماخ وتعرفت وفلسفه، وقلنا في الاخر الشماخ بالهنده وكارسيلا والامه عليكم معوله ان شاء الله باش نجيبوا الرباح. الالبوم ضم فقط اغنيه الفريق الوطني، ما ضمش اغنيه الوداد؟ كاين مشروع اغنيه ديال الوداد، ولكن كما قلت لك خويا مهدي راه الامكانيات راه باش تدخل الاستوديو نهار واحد فيه 1300 درهم. انا ما كنديرش تسجيل ديال 8 ديال الاغاني دقه واحده كما كيديروا مثلا مجموعات اخرين وداك الشيء، ولكن كيكون تسجيل ميكساج ضعيف. انا كندير اغنيه باغنيه، واخا ندير 2 اغاني في النهار تكون جوده عاليه. انتم غتسمعوا ان شاء الله في البطوله كوم، غتسمعوا الديسك ديال المنتخب وتشوفوا الجوده ديال الموسيقى. كنخسر فلوس على 2 دياسك احسن ما نخرج 8 دياسك ويكون المستوى ديالهم هزيل تقنيا في التسجيل. اذا المجموعه ديالكم خاصه فقط دعم بسيط من عند المسؤولين، خصوصا مسؤولين الوداد؟ لا، احنا ما عمرنا طلبنا المسؤولين الوداد وما عمرنا قلنا لهم عطيونا، ولكن هما كيساندوا جمعيات اخرين وكيساندوا يعني مجموعات ديال المشجعين اخرين. الله اعلم، ما نكذبش عليك انا ما عارف والو، ولكن انا حاجه كنقول لك انايا هاد الناس هاد المكتب لو كان فيهم الخير هما يسهلوا لنا المسائل بلا ما نحتاجوهم حنايا. ولكن الحمد لله احنا ما محتاجين لحد، حيت الوداد البيضاوي عند رجال الوداد او المنتخب عند الجمهور. الوداد كيبقى اسم
اما المكتب بحال واحد لاكارت جو طابل، كتدخل لاكارت تليفون، كتدخل كتقادا كتحيد كتجي واحده اخرى. اما بالنسبه لتشيكو سروخو عبد ربي عبد الحق الزروالي او الوينيرز او هاد الناس غيبقاو جند للابد للوداد، مهما طال الزمان غيبقاو يعطيو. اما هذوك الناس كيديروا خدمتهم كيمشيو كيجيو والاخر كيستافد ويا غدا، وانا ما محتاجش المكتب بطبيعه الحال. انا عندي صحتي الحمد لله كنتقاتل. وكاينين على فكره كاينين ناس صحابي بحالك مهدي، الناس ضعاف دراوش هما كيساهموا معايا، هذا كيعطي 200 درهم هذا 300، هذاك ناخذ من عنده حيت بحالي بحالو. ولكن باش نمشي على المكتب نقول لهم اعطيني، ربما واخا يبغيو يحلموا بها ما غاتكونش، لان عبد الحق الزروالي ديما كيعتمد على راسو. شكرا لك عبد الحق الزرولي. اذا كلمه حره لزوار موقع البطولة. انا كنحيي زوار موقع بوطرا.كوم وكنقول لكم هذا الديسك اهداء من مجموعه شيكو سروخو متكونه من سمير واسماعيل وعبد الحق الزروالي عبد ربيه، وكنهديوكم هذه الاغنيه ان شاء الله تكون فال خير ونجيب